أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد وحكيما فتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكن أشكو إلى المختار منه تألما آلمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير وأمهما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أظهر الإسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطني تفدي روحي مرسلا ومعلما يعطي ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما فإذا به في لافات وتشوق وكأنه يروي الفؤاد منظما يشسو سواد كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعانق البطن الشريف بوجهه متمرئا كي يغنما يا سعده قد نال حظا وافيرا أصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير على مرامى لا علم لي إن كنت أوصي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئدي في جنة أو في سعير أبرما لكن جلدي مس جلدك علني أمضي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى قد سار حبك في شراييني دما صلى عليك الله يا خير الورى قد سار حبك في شراييني دما